هو ليه اي صانع محتوى او انفلونسر بيجيب ماركتير يشتغل معاه او يروح يتعاقد مع ايجنسي هي اللي تدير له الشغل بتاعه، مع ان اصلا هو اللي شهر نفسه بنفسه، هو اللي كان بيصور وهو اللي عمل كل الكونتنت ده؟ تعال اقول لك انا السبب ليه. لان في مرحله بتيجي على كل الكرييتورز محدش بيحب يتكلم عنها، وهي مرحله البلوك. وبيجي الكرييتور او الانفلونسر يختفي تماما من على السوشيال ميديا، ولا ينزل كونتنت ولا ينزل ستوري ولا يعمل اي حاجه ليها علاقه بالتفاعل. وفجاه الكونتنت اللي كان بيعمله بيكسر الدنيا بقى ما بينزلش ولا بوست. اغلب صناع المحتوى الموجودين على السوشيال ميديا هم اللي بيعملوا الكونتنت بتاعهم بنفسهم، يعني هو اللي بيكتب السكريبت، وهو اللي بيصور، وهو اللي بيمنتج، وهو اللي بيفكر، وهو اللي بيمضي مع الشركات، وهو اللي بيروح يجيب كامبينز لنفسه. فمع المجهود ده كله بيوصل لمرحله ان هو مش قادر يفكر في الشغل ولا قادر ان هو ينتج اي حاجه تاني تماما، فعلشان كده بيختفي. وده بيأثر عليه بشكل غير طبيعي، لان وانس ان هو وقف الشغل بتاعه كل الانكم اللي داخله بيقف. فبيلجأ دايما للحل ان هو يروح لماركتير يمسك له الشغل بتاعه او ايجنسي ويتعاقد معاه. بس الاثنين دايما هتلاقيهم بيقدموا لك حاجه واحده هما الاثنين مشتركين فيها، ان هما بيشوفوك بعينيهم از ماركتيرز، وفي نفس الوقت بيحطوا لك بوزيشننج معينه قدام كل المنافسين. وده مهم جدا ليك ككريتور عشان تفضل محافظ على نفس السيكونس اللي انت ماشي بيه، لان ببساطه كده انت البروجكت. فلو انت وقفت كل الكاش وقف، لان دور الماركتيرز او الايجنسيز بيحولوا الفيوز اللي انت بتجيبها لفلوس. انا حامد حافظ، استنى الريل اللي جاي.